أنا بحب الشر، مش عارفة اتولدت بيه ولا هو اللي لقاني وأنا بكبر وبقى يكبر معايا. يعني مثلا أنا أفتكر وأنا صغيرة كنت بفرح قوي لما أوقع بين بابا وماما وشككوا فيها لدرجة إن ساعات كانت بتوصل لضربها قدامي، مع إني كنت بحبها قوي، بس مش عارفة أنا كنت بعمل كده ليه. سألت نفسي كتير ليه بعمل كده، بس ما كنتش بلاقي غير إن ده اللي بلاقي فيه متعتي. وقت المدرسة ما كانش عندي صحاب قريبين مني، بس لما كنت بلاحظ أي بنت جابت معاها حاجة الفصل بتحبها وفرحانة بيها عشان توريها لنا، كان لازم أسرقها منها وأقعد أتفرج عليها وهي منهارة عياط قدامي على حاجتها اللي ضاعت منها وهي بتحبها. كنت أروح البيت وأرمي حاجتهم اللي سرقتها من البلكونة في البيت المهجور اللي جنبي، بس وقتها كنت ببقى متضايقة إني مش عارفة أبطل. حاجة جوايا كانت بتقنعني إن مفيش حد بيحبني عشان يصعب عليا لما أخد منه اللي بيحبه وأرميه. كبرت وكنت كل ما أكبر شري بيكبر معايا أكتر. مثلا وقت ما كنت في الجامعة أقل حاجة كنت بعملها إني لما كنت بلاقي ولد وبنت قاعدين مع بعض كنت بروح أقول للأمن إن في بنت وولد قاعدين بطريقة مش كويسة هناك وأشاور عليهم وأمشي. ده غير إن ساعات كنت بصورهم وأبعت الصور لأهاليهم. بعد ما بعمل أي حاجة كنت بنام كتير قوي، ما كنتش ببقى عايزة أصحى، كنت خايفة مني، مش عارفة تفكيري هيوصلني لإيه تاني. واليوم اللي بيعدي من غير ما أعرف أعمل فيه حاجة ما كنتش بعرف أنام. في يوم رحت قعدت في كافيه، ومع الوقت لاحظت نظرات واحد قاعد بعديا بترابيزة. قعدت أبصله شوية وبعدها قمت ورحت له، قلت له في حاجة؟ هو استغرب. قلت له هو مفيش حد قاعد غيري عشان تفضل تبص عليه، ومشيت. لقيته خرج ورايا واعتذر لي. بعدها قعدنا نتمشى مع بعض كتير واحنا بنتكلم، اتعرفنا على بعض. اسمه سامح، كان دمه خفيف قوي وعشان كده ما حسيتش بالوقت وانا معاه. روحت البيت يومها وانا فرحانة قوي، وبقى يكلمني في التليفون بالساعات، وحياتي اتغيرت كلها من بعد ما عرفته، وبقى كل تفكيري معاه هو بس، بالذات ان اهلي كانوا مقاطعيني من عمايلي السودا اللي كنت بعملها. كنت لوحدي فعلا. الغريبة اني لقيت نفسي بنام كويس قوي وما بقاش يجيلي اي افكار شريرة، لحد ما في يوم قمت على ريحة شياط جامدة لدرجة اني ما كنتش قادرة اخد نفسي. طلعت من اوضتي وانا بجري ادور على مصدر الريحة بس مفيش اي حاجة. هديت شوية ودخلت الحمام، ما خدتش بالي ان الارض كانت مبلولة. اتزحلقت ووقعت. من الوقعة ما كنتش قادرة اتحرك، ما كانش معايا حد يساعدني. فضلت نايمة على الارض وانا بعيط من العجز، بس انا اللي عملت كده في نفسي. سمعت صوت همس بيقول لي انتي بتاعتي، اخترتي طريقي فاخترتك، ملكيش حق تخرجي منه دلوقتي. بعدها شفت واحدة مدياني ظهرها ولابسة اسود ماشية في الصالة، مسكت الموبايل واتصلت بحد، لحد ما سمعتها بتتكلم بصوتي في التليفون وبتقول ايوه يا سامح، تعالى بسرعة انا في مشكلة ومفيش حد ممكن يساعدني غيرك. وقفلت. بعدها لفت وشها ليا بشويش، كانت انا. جت ناحيتي وقالت لي بمنتهى الشر والغل، انا هخلصك منه دلوقتي. قعدت اصرخ انها تبعد عنه، بس هي اختفت.
فجأة شفتها وهي ماسكة موبايلي وبتتكلم فيه، وبتقول وهي بتفتح باب الشقة وخارجة منه: أنا طالعة السطوح دلوقتي يا سامح، يا تلحقني يا ما تلحقنيش. كنت بسمع وانا بنهار وعمال اصرخ، بس صوتي كان بيصرخ جوايا بس. مفيش حاجة بسيطة، وسمعت صوت صرخة سامح ودبة جسم تقيل في الشارع. سامح وقع من فوق السطوح. أنا بموت، مفيش حاجة فيا قادرة تتحرك، كأن حد مكتف كل حاجة في جسمي. شوية ورجع قفلت باب الشقة وراه. كنت شايفاها وهي ماشية في الصالة وجايالي. قالت لي: خلاص، حبيبك اللي كان عايز ياخدك مني مات. وبعدها اختفت. مرة واحدة جسمي كله فك، قدرت اقوم بس ببطء. قعدت ادور عليها في الشقة كلها وانا بصرخ، بس ما لقيتهاش. بعدها جات لي حالة تشنج وانا عمالة بكلم نفسي: انا كنت هحبه. لا، انتي مش بتعرفي تحبي. لا، انا جوايا حاجات كويسة. انتي عمرك ما كنتي كويسة. انا مش شريرة. لا، انتي مصدر الشر. انا بكره نفسي. بالعكس، انتي ما حبيتيش غير نفسك. كنت بصرخ وانا عمالة اضرب في نفسي. قمت مسكت السكينة وقلت لها: مادام انتي عارفاني، انا اقدر اقتلك ولا لا؟ صوت ضحكها عالي قوي في ودني ودماغي. جسمي كله بيرتعش. فضلت اصرخ فيها واقول لها: هقتلك، والصوت برضو بيعلى. لحد ما لقيتني نازله على نفسي بالسكينه وانا بصرخ: هقتلك هقتلك. وبعدها كل حاجه سكتت حواليا.